كابتن لبس ترنج النادي الاهلي وطلع الفريق الاول ورايح منطقته، المنطقه الشعبيه، وداخل بقى لعيب في النادي الاهلي. اهل الحاره والمنطقه والجيران بيشوفوك ازاي وبتاع وبيتكلموا معاك ازاي؟ لا انا فاكر كمان اول ماتش كان الاهلي والمنصوره، كان في المنصوره. جون كابتن واحد محمد فاضل. 1-0. المنصوره دي كابتن يا محمد فاضل. جماعه حدث ولا حرج، لا ماتشات انت المنصوره دي. هناك لما كنت بتروح هناك، انت لو طبعا. كسبت 1-0 2-0 يبقى انت. طبعا. وساعات كنت بتتعادل وساعات كنت طبعا. بتخسر. فكان الفرق اللي هم المنصوره بقى والمحله وجماهير والناس دول، وليله كان ماتشات بتبقى صعبه جدا. وعيد. خلصت الماتش وانت راجع بقى. ايوه. انت راجع بقى. انت بترجع بالليل. بس تاني يوم الصبح بقى وانت نازل. اه. وانت نازل بقى بتلاقي الناس كلها المنطقه فرحانه كلها يا واقفه. يا كابتن حسام، ده انت كنت عالمي امبارح، ده احنا شفناك في اه. التلفزيون، ده احنا كنا اه. قاعدين على القهوه، انت ما والستات كانش في الكبيره كافيهات. بتاعتنا اللي بتزغرط اه وتدعي كانش لك في كافيهات وتحضن، بقى اه وكده، طبعا. لا احنا كنا على القهوه وفضلنا نسقف وفضلنا نشجع. وتلاقي مثلا الناس البيوت اللي جنبي، ست مثلا كبيره، ازيك يا ابني عامل ايه، ده انت كنت منور ده انت ما كان شاء شكلك الله. حلو قوي. طبعا. يعني ممكن طبعا. ما في الكوره ما يفهموش، لا ده انت كان طبعا. شكلك قمر في. يا قمر ايه؟ اه. احنا على الله كلنا. بس عارف دي بقى بيديك ثقة بقى اولاد منطقتك. فعشان بيحبوك امم. فخورين وانا بيك. وعلى طول انا لغايه دلوقتي انا على طول في المنطقه عندنا في عرب المعادي دي على طول. والدتي لسه لغايه دلوقتي قاعده هناك، وبزور الناس صحابي اللي هناك، وفي ناس صحابي من وانا بلعب كوره لغايه دلوقتي موجودين. غير دلوقتي عندي صحاب تانيين عندي بره الكوره. يعني في الكوره دلوقتي شهاب، وفي ناس كتيره، شهاب الدين امم. احمد، بس دلوقتي بره الكوره انا معايا. الجزار وحشنا. شهاب ربنا يكرمه، بس هو ماسك في ليبيا دلوقتي، ان شاء طبعا. الله ربنا يكرمه بالدوري هناك. ما عادل طبعا صاحبي ودكتور محمد امام. فدولت صحابي اللي انا بقعد معاهم على طول دلوقتي، بنتفرج على ولاد الماتشات البلد بقى، دول. بنتفرج على الماتشات في اي حته مع بعض. دولت من اعز اصحابي دلوقتي يعني. فانت لما بترجع للناس دي، الناس اللي هي طبعا. البسيطه والناس الطيبه بقى، طبعا. لو بتبقى دعاء الناس فرحان. دي. اكيد. ودعاء الناس دي. يعني عندك عزوة وعيلة كبيرة، كل المنطقة دي أهلك وعزوتك. الناس وفي المناطق كلها. الشعبية كله عارف بعضه. لا يعني والناس دي كلها بتدعي لك، وانت دعوة الأم دي برضو حاجة تانية طبعا. يعني. طبعا. والدتي ربنا يخليها لي يعني، ربنا يديها الصحة يا رب. ربنا يديها الصحة ويخليها. دعوة الأم برضو حاجة تانية يعني طب احنا. انت الناس قابلتك ازاي اول يوم وراجع من اول ماتش بقى وانت بتفتح الباب والحاجة مستنياك بقى؟ والحاجة مستنياني، لا كانت فرحانة جدا. يعني فرحة الدنيا اللي ابنها، كنت انا بقول لها على طول انا هلعب في الأهلي. فان انت خلاص انت مع اول ماتش وبتطلع في التلفزيون وانت راجع بقى، فلا ابني حقق حلم. اول مكافأة ليك من الاهلي الحاجة طلبت منك ايه او انت هديت الحاجة بايه؟ كان 5000 جنيه. كان اول حاجة. رقم يا بوب، يا طبعا لهوي. دول كانوا يا ايه؟ لهوي، ده انا جبت انت كفته. عديت عاشور. جبت كفته ساعتها. كان حدث. والله العظيم. فساعتها وانا جاي، فرحت البيت فقلت لهم بص، انا معايا ال 5000 جنيه، رحت حاططهم لها على الارض كده. الله قلت اكبر. لها شوفي بقى انا ما ما دي شوفي هتعملي التربية يا ايه. جماعة. اه والله. دي التربية. ما فرحت. خدش 5000 جنيه وهو لسه سنه صغير، حطهم في جيبه وراح قال لهم انا خدت 1000 جنيه او 500. راح حطهم تحت رجل امه. فقلت لها بصي نجيب كفته بقى وفراخ كده نروق على نفسنا انا نروق واخواتي، بقى شوي شوية ونشوف شوي. بقى هنعمل ايه في الفلوس التانية. بس الحمد لله والله، عشان الواحد طيب وبيتعامل مع دي حلاوة الناس. الحياة يا جماعة. بنتعامل مع الناس بطريقة الحمد كويسة. لله. والحمد لله الناس كلها الواحد بتحبه وبتحترمه. ودي اللي احنا طلعنا من الكورة يعني. لما تبقى ماشي في الشارع والله يا بوب، بتبقى شايف في عينين الناس هي بتحبك ولا بتجاملك ولا هي انت عارف بتميز الدعاء عليك. بتاع امهاتنا، ربنا اه يحبب خلقه، ربنا الله يحبب ينور فيك عليك. خلقه. واحنا ماشيين ايه بدعاء طبعا. الوالدين طبعا. وبنسيبها على الله، وما دام انت طبعا. سايبها على الله والله ربنا بيكرم. الحمد لله. ف بقول كرم من عند ربنا طبعا الواحد فيه دلوقتي الحمد لله. كابتن حسام عاشور يدخل يغير هدومه، يلاقي جنبه على يمينه تريكة وعلى شماله بركات، والاسماء الكبيرة دي كلها، وانت اسم كبير، وانت خلاص بقيت اسم كبير. ابتديت تلعب وابتديت تاخد، وحواديت الجيل الجميل ده تعاملوا ازاي؟ ماتشات المهمة كنتوا بتعملوا فيها ايه؟ اول بطولة خدتها مشيت ازاي؟ هي بص مشيت ازاي يعني، انت زي ما قلت في الجيل ده الجيل الذهبي زي ما الناس بتقول. كان في حب. دي اهم حاجة. كان وكنت فيه. حب. شكرا، هي دي اول حاجة. وكان في حاجة كمان كنا بنعملها، واكيد اللعيبة دلوقتي بتعملها.
الخير مع الناس. يعني احنا كان في ابو تريكة كان عامل صندوق كده على على يدي. يدك، صح؟ انت كنت بتيجي يعني وتشوف. انا الجيل ده كله انا انت اشتغلت من الحرس معاكم. القديم اه، معانا. فكان اشتغلت في صندوق معاكم. كده مثلا، فكل فترة كان لما يبقى في مثلا حالة او في حالة عند اي حد من اللعيبة، مش شرط يبقى لعيب كبير، ممكن لعيب مم. صغير يبقى عنده حالة. بتيجي تقول مثلا في حد مثلا بينكم غلبان وبين محتاج بعض. محتاج كذا 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 كذا، فكله بيحط مم. في الصندوق ده على قد ما بيقدر يعني. وفي تمام. ساعات بتبقى حالات بيبقى فيه يعني فلوس معينة، لا انت حط كذا، لا انت مم. حط كذا، لا انت حط كذا، عشان عايزين مثلا نعمل حاجة كابتن وائل هات كذا، عملية. كابتن عاشور هات كذا، اه، كابتن تريكة هات كذا. وكان المختص بالحاجات دي بصراحة ابو تريكة، يعني مم. مع حفظ الالقاب كابتن طبعا كبير. فدي اللي كانت مخلية كان في بركة يا كابتن كده، وانت قلت لي الحب والخير تقريبا انتوا كنتوا أسرة واحدة، الفرقة كانت أسرة واحدة. بص زي ما قلت لك، يعني كان في حب كده، ما كانش حد يعني. حتى لما بتيجي تمضي عقد مثلا ولا حاجة، هو خلاص ده رزق وربنا كاتبه لك، انت هترضى بيه خلاص. انت رحت قالوا ولا لك يقول لك ده هتاخد. خد أكتر مني ولا لا أقل لا، ما كانش مني. فيه. ومع ان كان في تفاوت في الفلوس، ده طبيعي يعني. كان في ناس فئة بتاخد أولى وفئة فئة تانية أولى، وفئة وفي ناس تالتة. بتاخد فئة تالتة. الفئة التالتة دي ما يجيش يقول لك أنا عايز فئة أولى. مم. لا، أنت بمجهودك وبإصرارك في الملعب وببطولاتك وبمستواك في الملعب، أنت ممكن تعلي من سعرك. مم. بس النقطة عندك أنت لما تبقى بتاكل النجيلة في الملعب، والنادي شايف إن أنت بتاكل النجيلة وليك حق اللي أنت تعلي عقدك، هو من غير أنت ما تتكلم. ودي حصلت معايا أنا شخصيا. يعني لما كنت طلعت من الناشئين وعملت عقد 5 سنين، انا جيت يعني لعبت سنتين، في السنه الثالثه راحوا مغيرين لي العقد خالص، مضيت سنتين تاني، بس علوا لي فلوس ال5 سنين. الفئة. فالنادي كده كده لما بيشوفك بتجتهد وبيشوفك اللي انت بتعمل اللي عليك من غير ما تتكلم، كده كده هتعلي من اسمك، وهتعلي من السعر بتاعك. فكان في حب بيننا وبين بعض بصراحة. غير بقى إذا انت كنت معانا كده الهزار بقى والضحك، وفي الأوضة بتاعت حسام عاشور ومعتز إينو وشهاب مثلا طبعا. وجديد، دي أوضة طبعا. الضحك. مفيش فكان أنا في كله اليابان بيتجمع. اه إنه جه طفش الأوضة عندي، بس بعدين دي سرق كل اه، حاجة. ده خد كل حاجة، الجبن حرامي. والكاجو وكل اه، حاجة. ففي أوضة كنا على طول بنتجمع فيها، مثلا حتى الناس الكبار كانوا بيجوا معانا، ويبقى في ضحك وفي هزار، وفي ممكن في ألعاب برضو بتلعبها. وعلى الجانب التاني كان في برضو صلاة، وكان في مقرأة اللي احنا كنا بنعملها على طول أبو تريكة يعني حب، مم، صلاة، مقرأة، خروج مع بعض، على كل طول. حاجة. كنت بتعمل كل حاجة بس بحب بقى، ما مم. بتصطنعش مم. وما بتميز، ومش محتاج ان مم. انت تميز. انت بتعمل ده كله بحب، والناس كلها بتحب بعض وبتكسب. فلما بتكسب، حتى لما بيبقى في حاجات صغيرة مش مظبوطة، بس المكسب بيعدي.